تعرف إن خسارة وزنك ممكن تزود مشاكلك الصحية؟ بص يا سيدي، من المعتقدات الغلط إن خسارة الوزن الزايد هتحل كل مشاكلك الصحية. لا، ممكن خسارة وزنك تزود من مشاكلك الصحية. إيه اللي بتقوله ده يا كوتش؟ أيوة، زي ما سمعت كده بالظبط. الكلام ده حقيقي من ناحية إنه فعلا نزول الوزن بيحسن جدا مستوى سكر الدم لمرضى السكر، وممكن يعمل وقاية من الإصابة بيه، وبيقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الضغط. ده غير إنه يحسن من الدهون في الدم. ولكن الأهم طريقة نزول الوزن. نزول الوزن في حد ذاته ممكن يسبب مشاكل صحية لو تم بشكل غير سليم أو بشكل عنيف في وقت قصير. بص، النزول السريع في الوزن ممكن يعمل حصوات في الكلى أو المرارة. كمان ممكن يعمل فقدان الكتلة العضلية، وبالتالي الحرق بتاعك بيقف. ولو كان النظام صارم قوي أو يسمى highly restrictive أو في حرمان، ممكن يتسبب في نقص العناصر الغذائية، ممكن يسبب أرق وقلة تركيز والقدرات العقلية واحيانا العاطفيه. هقول من تاني، مهم جدا اثناء رحله النزول في الوزن انك تحافظ على صحتك وتعمله بشكل سليم وبالتدريج عشان تكسب ميزاته وتتجنب مخاطره. بس يا سيدي،